وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل مع بعض اكله. بصوا انا هعمل لكم كبسه بالفراخ. انسوا كل الكبسه اللي انتوا كنتوا بتعملوها، دي حاجه تانية خالص وطعم تاني، وانا جربتها وجميله جميله جميله، والريحه وكل حاجه فيها حلو واسهل مما يكون. بصوا انا حطيت اول حاجه، هنبتدي على البوتاجاز على طول. انا حطيت هنا حله على النار علشان خاطر بتسخن، وهنبتدي اوريكم هنحط ايه الاول. اول حاجه هعملها ان انا هحط شويه من الزيت بتاعي عشان السمنه بتاعتي ما تتحرقش خالص خالص خالص. اهي شويه كده، شويه من الزيت، وهحط شويه او معلقه كده حلوه من السمنه البلدي. اهي معلقه من السمنه البلدي. تمام. هعمل ايه في السمنه البلدي بقى وفي الزيت دي؟ اول حاجه هعملها هحط التوابل بتاعتي عشان تاخد ريحه شويه من مع بعضيها كده. هعمل ايه؟ اول حاجه بصوا عندي هنا التوابل ايه. عندي هنا بابريكا، حبهان مطحون، فلفل اسمر ناعم وصحيح لان انا بحب الصحيح قوي في الكبسه. عندي هنا قرفه، وعندي قرنفل، وعندي ورق لوري، وعندي 2 لومي. ماشي. تاني، بابريكا، حبهان مطحون، فلفل اسمر ناعم مع فلفل خشن، وقرفه وقرنفل وورق لوري واللومي. كل ده هحطه مع السمنه. تمام. واقلب كده شويه ياخد ريحه كده جميله حلوه قوي. انا ابتديت معاكم على طول وانتوا هتعرفوا ايه المقادير من الحاجات اللي انا هعملها. اول حاجه بعد الحاجات الحلوه اللي انا نزلتها دي هنزل ايه؟ هنزل البصله. بصله اهي، شمين الريحه حلوه قوي ازاي. يا رب تكونوا شامينها معايا. بصوا ادي البصله. انا عندي النهارده هنعمل حاجه حلوه قوي قوي قوي، والله الحاجات دي ريحتها طالعه تحفه تحفه. اهي كده، مالكوش دعوه باللون، اللون ده لون القرفه ولون الحاجات الحلوه بقى. شوفوا بقى القرنفل مع كل الحاجات دي كلها. شايفين؟ مش لازم تدبل لان هي تدبل مع بعضيها. عندي كمان ايه؟ الفلفل. انا مع الفلفل ده حاطه واحده حاميه مع 2 قرن فلفل رومي اهو، برضو اهو. والله والله الطريقه دي تحفه يا جماعه، جربوها وهتدعوا لي هتدعوا لي. كده حد تقليبه مع الفلفل مع البصله. واو واو على الريحه، واو. كل حاجه كده بتاخد دقيقه. هبتدي اجي معايا هنا جزرايه مبشوره اهي، وادي الجزرايه. هعمل ايه بقى مع الجزرايه؟ هخليها اغطي عليها تاخد بس يعني دقيقتين كده عشان يشرب كل الحاجات الحلوه دي مع بعضيها، مع ورق اللوري، مع كل الحاجات الحلوه دي. تمام. تاخد بس كده يعني دقايق كده اهي كده اهي. خدت ريحه وتبلت. هبتدي اعمل ايه؟ عندي تومه، عندي تومه اهي زي ما انتم شايفين، بتبقى مطرح الفريزر. ادي التومه هي كلها. وعندي جنزبيل اهوت، جنزبيل فريش، بس انا بحط عليه شويه من البنجر والحاجات دي فبتدي له ريحه. معلش معرفش ان الكاميرا مقفوله. حطيت هنا معلقه كبيره من الصلصه اهي، واقلب كده. هحط ايه؟ فاضل عندي طماطم
اغطي عليها يا دوبك تاخد حبه كده مع بعضيها قد 3 دقايق كده، تاخد بس الشكل واللون والريحه والطعم وتدبل الطماطم معايا شويه. واوريكم هنعمل ايه. شوف بقى عملت ايه كده. فاضل عندي، ودي حاجه مهمه جدا وجديده ولسه محدش بيحطها خالص، بس بتدي ريحه وطعم تحفه. ده بشر برتقانيه واحده، بس واحده وسط كده. ده بشر برتقانيه، ده بيديها طعم وريحه تانية خالص خالص. تمام. اقلب كده، وهحط بس شويه من الفلفل الاسود كمان اللي هو الناعم بتاعي اهوت. هحط بس شويه كده. حطينا شويه من الفلفل الاسمر الناعم. عندي بقى هنا تتبيله الكبسه بتاعت الفراخ اهيت، هحط منها شويه كده بس مش كتير اهوت، واقلب كده. هيبقى فاضل عندي ايه بقى؟ الملح. هحط شويه من الملح، هحط شويه من الملح بس مش كتير عشان الكبسه تتبيله الكبسه اللي احنا حطيناها بتبقى حادقه، فما بنحطش منها كتير. وعلي بقى كده شويه. ايه بقى اللي فاضل بقى؟ اوريكم بقى اللي فاضل بعد كل الخلطه الجميله قوي اللي ريحتها تحفه قوي 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 قوي. هي دي. هنجيب بقى الفرخه بتاعتنا اهي، انا مقطعاها 4. في اللي عايز يحطها نصاص يحطها كده. وادي الثانيه. وادي كمان الثانيه. وادي كمان واحده. نخليها تتشبع كده وتشم كده الروايح الحلوه دي كده اهي. وادي كمان واحده. والله يا جماعه انتوا هتاكلوها وهتدعوا لي. جربوها حياه ربنا تحفه. انتوا عارفين عشان انا ما بقولكوش على حاجه وبتطلع وحشه، لان فعلا انا ببقى مجربه الحاجه ودقتها قبليكوا. عشان كده انا ما يعني لازم اجرب الحاجه قبل ما اقول لكم عليها. لازم الاقيها حلوه وبتعجبني بجد بسيبها، بقول لا لازم اقول لكم عليها. اهي هوطي شويه واسيبها تشرب كده من الحاجات الحلوه دي وارجع لكم تاني. هعين بقى كده الغطا بتاعنا ونشوفها شربت شويه كتير قوي اهي زي ما احنا شايفين. يا دوبك غليت. هبتدي اعمل ايه؟ انزل عليها ميه مغليه اهي، كل الميه المغليه كده عشان ناخد احلى شوربه بقى. هنقلب كده اهي. خدنا كل الشوربه الميه. عندي هنا بصل صحيح بقى كده انا مقشره، ده زياده من عندي بقى، انا بحبه كده معاها. ده بيتاكل بقى بيبقى طعمه حلو جدا اهو، اللي هو بتاع القوارم الصغنن ده. هسيبها بقى تغلي اشوف كده بس الشوربه بتاعتها من الحياه. عايزه شويه ملح اهيت، ملح. وهسيبها بقى 45 من 40 ل 45 دقيقه تستوي. وهوريكم هنعمل ايه على بال ما اغسل الرز البسمتي بتاعي واوضبه واظبطه كده، ونستنى ال 45 دقيقه واقول لكم هنعمل ايه ونغطي عليها. الفرخه بتاعتنا عملت ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام يا سلام على الريحه وطعمتها. هنشيل بقى كده الفرخه اهي.
برضو لسه ليها طريقة تانية معانا. ادي الفرخة زي ما احنا شايفين كده. خلاص كده شلنا الفرخة. عندي بقى الرز حسب الكمية اللي انت عايزاها. ده رز بسمتي انا غسلته اهو قبل ما احطه على طول اهوت. ينزل كده وهنقلبها يا دوبك مظبوط كده، وهسيبه بقى على نار هادية خالص علشان يتشرب. ونشوف هنعمل ايه في الفرخة بتاعتنا. انا هنقله على عين صغيرة وهوريكم احنا هنعمل ايه في الفرخة بقى دلوقتي. حاجة كده معلقة من البابريكا او الباربيكيو، وهحط عليها شوية من الزيت كده، ونجيب الفرشة بتاعتنا واقلب كده وهبتدي اجيب الفرخة بتاعتي وابتدي ادهنها. هاجي كده مش هحط الفراخ الاول، الفرخة الاول هحطها على، هقول لكم هحط الفرخة على الناحية دي كده الاول عشان لما اجي اقلبها بعد كده تبقى هي في التقديم الوش بتاعها هو اللي متحمر بعدين اهي. زي ما قلت لكم انا جربتها قبل كده خطيرة. هاجي كده اهو ادهن كده الوش ده كده الاول اهو. عايزه تحطيها في الفرن ربع ساعه او 10 دقايق حطي، بس هتكون نشفت منك الفرخه. انا بحطها تحت الشوايه على طول اهو، تاخد الوش ده. وبعد ما تاخد الوش ده هوريكم واقلبها وادخلها على الوش الناحيه التانية. طبعا انا سايبه الرز على الواطي خالص خالص عشان يستوي، وان شاء الله هدخل دي الشوايه والرز هيطلع واوريها لكم بقى بعد ما تطلع من الشوايه على طول. كده الاكله بتاعتنا اللي هي الكبسه خلاص خلصت. جربوها بالطريقه الجديده، جميله تحفه حلوه قوي قوي قوي، هتعجبكم والله هتعجبكم، ريحتها جميل. بس ما تنسونيش في اللايك والاشتراك والتعليق، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في اكله جديده بطريقه جديده. اقول لكم باي باي، سلام عليكم.